هاي، ازيكم؟ انا مريم، هكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. يعني ايه عقاب؟ وايه هو مفهوم العقاب؟ وازاي المفروض اكون بعاقب ابني؟ المفروض انه يكون العقاب هو نتيجة للحاجة الغلط اللي اتعملت. يعني مثلا زي ما بحط ايدي في النار بتلسع، ده مش عقاب، ده نتيجة ورد فعل طبيعي من النار على ايدي. ما ينفعش مثلا ابني يعمل حاجة غلط ايا كانت ايه هي الحاجة الغلط دي، اقوم ربطاه بسلسلة في رجل الترابيزة. دي نتيجة مبالغ فيها او ده عقاب مبالغ فيه ومش نتيجة اصلا للفعل اللي حصل. ما ينفعش مثلا يدلق الاكل اقوم معلقاه من رموش عينيه في النجفة. لا، العقاب المفروض يكون نتيجة للفعل اللي حصل ويكون على قد الفعل اللي حصل. يعني لما يدلق الاكل على الارض افهمه انه دي حاجة غلط واتكلم معاه، وبعد كده اساعده ازاي يصلح الغلط اللي هو عمله علشان يبتدي يتعلم انه كمان الغلط ده لازم اصلحه. وكمان لازم ابقى متفق معاه من قبلها ان انا لو الموقف ده اتكرر او حصل تاني يبقى هنحرم من حاجة حلوة مثلا كانوا المفروض هناكلها بعد الاكل. ولازم اكون ممهداله من قبلها، يعني هو ده لا الاكل النهارده في مره خلاص هنلم الاكل وهنعديها، بس المره الجايه هنحرم من الحاجه الحلوه اللي احنا كنا متفقين عليها. لو بكره عمل نفس الموضوع يبقى خلاص، يبقى دي اخر فرصه ليه ان هو لو دلق الاكل تاني هنحرم من الحاجه الحلوه اللي احنا كنا متفقين عليها. وتالت مرة اطبق فعلا العقاب اللي احنا كنا متفقين عليه او الحاجة اللي احنا كنا قايلينها. يعني ما ينفعش مرة واحدة اقوم قايله له خلاص مش هناكل الحاجة الحلوة وهتلم الاكل وهتتحبس في اوضتك. لا، ببقى ممهداله ومتفقة معاه لو دلقنا الاكل يبقى مش هناخد الحاجة الحلوة اللي احنا كنا متفقين عليها. واستنى عليه مرة واتنين والتالتة اطبق. لازم العقاب اللي انا هقوله لازم هو اللي هطبقه. لازم هو يكون عارف ان انا الكلمة اللي هقولها هي دي اللي انا مش هرجع فيها، ان هي هتطبق فعلا. علشان لو ما طبقتش الكلام اللي انا كنت قايله له هيبتدي بقى يتعود انه ماما بتقول كلام على الفاضي وخلاص، فهيبتدي يكرر الحاجة اللي هو بيعملها الغلط دي طول الوقت ومفيش عقاب. وفي نفس الوقت ما ينفعش يكون العقاب مبالغ فيه زي ما قلنا من شويه. ما ينفعش مثلا اقوم ربطاه في رجل الترابيزه واطلع الحزام واقعد اجلد فيه، اكيد مش هعمل كده. العقاب بيكون على قد الفعل اللي حصل وبيكون فيه مفهوم النتيجه، انه ده رد فعل للغلط اللي اتعمل. كمان ما ينفعش يكون العقاب هو حرمان من الاكل او حرمان من المدرسة او حرمان من حاجة مفيدة ليه بتنميه او بتكبره او بتفيده، لانه ده كده يعتبر اذى ليه. ما ينفعش يكون العقاب فيه اذى للطفل. وكمان ما ينفعش يكون العقاب فيه اذى بدني، ما ينفعش يكون فيه ضرب او ما ينفعش يكون فيه اهانة، ما ينفعش يكون فيه شتايم. كل ده مش عقاب، كل ده اذى بدني بس. الطفل مش هيستفيد اي حاجة من العقاب ده. بالعكس هو هيتأذي نفسيا وهيتأذي جسديا، وهيحس ان بابا وماما دول فعلا صعبين ومفتريين، ومن جواه هيبتدي يكون ضغينة ناحية نفسه وناحية بابا وماما. عشان كده العقاب ما ينفعش يكون فيه اي نوع من انواع الاذى، لا الاذى البدني ولا الاذى النفسي ولا الاذى الجسدي. بمعنى انه ما ينفعش يكون اذى في الاكل او في المدرسة او بالضرب، ما ينفعش. كل ده ممنوع تماما. ممكن اعاقب زي ما قلنا من شوية بحرمان من حاجة حلوة، ممكن اعاقب بحرمان من لعبة كنا متفقين ان احنا هنجيبها، ممكن اعاقب بحرمان مثلا من خروجه كنا متفقين ان احنا هنخرجها. هو ده مفهوم العقاب، ان هو يكون نتيجة للفعل اللي حصل ويكون على قد الفعل او الغلط اللي حصل. ميرسي واشوفكم الفيديو الجاي. باي.